السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه اللي خلى محمد يحذف الستوري؟ محمد فجأة قلت ادخل ابص كده اشوف ايه اخر الاخبار، علشان برضو احنا متابعين وعايزين نعرف هو هيمشي معانا لحد فين. ندخل على الستوري ما نلاقيش ستوري. راحت فين الستوري بتاعت محمد؟ ومين اللي امره يحذف الستوري دي؟ تعرفين محمد ما بيعملش خطوة غير وهو عارف هو هيقفلها ازاي. لما عمل ترند الحمل ده هو كان عارف هو هيقفل ترند الحمل ده ازاي. لما عمل الصلح ما بين اخوه والمشاكل كل حاجة كان دارسها كويس جدا جدا وعارف هو بيعمل ايه. قلت بقى ادخل كده اجري ابص اشوف ايه اللي بيحصل كده واشوف ستوريهاته الجديدة. الله، ده مفيش لا جديد ولا قديم. طب كان الاولى ان نخلي الاستوريهات دي للناس تدعي لمراتي ولا ايه يا جماعة؟ طبعا ده ما لقيناهوش موجود. كل اللي لقيناه الستوري اتحذفت، وناس جوه الستوريهات العادية بتاعته او جوه قصدي المقاطع العادية بتاعته بيسألوه عن آلاء وفي ايه واطلع قول لنا واحكي لنا، وهو مفيش رد. هل يا ترى دولة الامارات كان لها دور في الموضوع ده؟ انتوا عارفين ان حبايبنا دولتنا الشقيقة الامارات ممنوع فيها حاجة زي كده، ما تعديش. مفيش حد ينفع يطلع يعمل اشاعة كده ويعمل بروباجندا بدون دليل، ولو اتثبت كذبه فيها حبس. عارفين يعني ايه حبس؟ وغرامة. يعني الموضوع مش بالسهل كده ان اي حد يطلع على السوشيال ميديا يقول اي اخبار في اي حاجة كده. كنت عرفت من فترة ان كان في واحدة بلوجر عملت ان هي عملت حادثة في الامارات، واكتشفوا ان هي كذابة واتحبست او وقع عليها عقاب. ما كنتش متابعة قوي وقتها، بس الواقعة دي جت على بالي اول ما جاء الحوار بتاع محمد ده. فممكن يكون محمد اتوعى بسرعة انه لازم يحذف الستوري بتاعت ادعوا الآلاء واحنا فقدنا وما فقدناش والكلام ده كله. طيب، لو يا جماعة نركن كده على جنب الغلط واللي ما يصحش واللي احنا كده بنخدع متابعينا، هو الناس دي ما تعرفش ان الكذب ده حرام، وان المسلم ما ينفعش ان هو يكذب؟ وبعدين ده مش كذبة واحدة، ده معلش يعني ده فيلم يا جماعة. دي حوارات فعلا، فيلم طويل عريض بدايته من الشهر الأول في الحمل لحد ما قربنا خلاص الست هتولد. كل ده احنا في حلم أو في كذبة؟ معقولة في حد ممكن يكذب ويتقن الكذب بالطريقة دي؟ طبعا كل ده هيبان. اصل زي ما قلتلكوا يا خبر النهاردة بفلوس بكرة هيبقى ببلاش. نيجي بقى لدور ولاد رزق. ولاد رزق اللي لازمين الصمت تلقيح من تحت لتحت. واضح كده ان مفيش حد سالك. واضح ان آلاء اتضحى بيها في كل بيت، اتضحى بيها من بيت اهلها ومن اهل جوزها. وواضح كمان ان جوزها ذات نفسه مدام اقحمها في كذبة زي دي وفي فيلم هندي زي ده، فهو كده بيضحي بيها. وسيبكوا بقى من حبيبتي وروحي واعمل كل حاجة عشانها والكلام ده كله، علشان كل ده فيك. مفيش حد بيحب حد ممكن يدخله في حوارات زي دي ويخلي الناس كلها تتكلم عليه، ويخلي أمة لا إله إلا الله تقول الكذاب اهو، الكذاب اهو. صح ولا لأ؟ انتي كده كست بيت بتسمعيني، لو لقيتي ان جوزك بيدخلك في مشاكل اعرفي على طول ان هو كده مش ما انتش غالية عنده. لكن احنا شايفين قدامنا كاتب وسيناريست ومخرج ومنتج. المنتج طبعا انتوا عارفين هو مين، هو اليوتيوب اللي بيجيب الاخضر. ففيلم طويل عريض احنا متابعين فيه. هم دلوقتي اللي على المسرح واحنا المتفرجين. هم اللي فوق المسرح، هم اللي خلوا الناس كلها تتكلم وعايزة تعرف فيه ايه. حتى اللي ما كانش ليه في الموضوع حب يدخل عشان يعرف هل في حد ممكن يتقن الكذب والحوارات والافلام للدرجة دي. ودينا قاعدين وبنتفرج وهنشوف ايه اللي هيحصل الايام اللي جاية. تابعوني بس، لان انا جايه لكم الفترة الجاية
بحاجات بقى حصرية على لسان اهل الطرفين. وصلت ان انا اعرف اجيب الاخبار من على لسانهم، وكل حاجة هنزلها لكم على القناة. فتابعوا كده معايا وحطوا لايك واسمعوا الفيديو للاخر لان فيه مفاجآت.